اجي المسخوط، تعرف المخاطر ديال عدم تغيير السليب، الرطوبه والافرازات الطبيعيه والتعرق في هذه المنطقه توفروا بيئه مثاليه لنمو الفطريات والبكتيريا مما هذا الشيء يؤدي الى حكه شديده واحمرار، فهمتي؟ ونزيدك الروائح الكريهه، بقاء القماش ملامسا للجلد لفتره طويله مع تراكم الميكروبات، ونزيدك المسخوط حي، كاين التهابات المسالك البوليه والمهبليه كتخلي البكتيريا تنتقل بسهوله من القماش الملوث الى المجرى البولي او المهبل، وهذا كيسبب التهابات مؤلمه كتتطلب علاج طبي، فهمتي؟ عاد نزيدك الحبوب والطفح الجلدي، الاحتكاك المستمر مع قماش غير نظيف كيسد المسام الخرى، واخيرا هذا الشيء يؤدي لظهور بثور وتهيج جلدي في منطقه الفخذين والمناطق الحساسه. ودابا ندوزو للنصائح باش نحافظوا على النظافه الشخصيه. التغيير اليومي، خاصك تبدل السليب مره واحده على الاقل كل 24 ساعه، وخاصك تختار الاقمشه القطنيه، وخاصك تلبس ملابس داخليه مصنوعه من القطن 100% حتىش كتسمح للبشره بالتنفس. ونشف مزيان بعد الاستحمام او استخدام المرحاض. تاكد من تجفيف المنطقه الحساسه جيدا لان الرطوبه هي العدو الاول ونقطه تجمع البكتيريا. غسل الملابس ديالك بانتظام، وغسل الملابس الداخليه بالماء سخون ومنظفات لطيفه باش تضمن القتل الكامل للجراثيم، ويفضل تجفيفها في الشمس ان امكن. هادشي اللي كاين. قولوا لينا واش كتبدلوا سليباتكم كل نهار ولا كتخلوهم حتى كيغملوا عليكم؟ ما تنساوش تتابعونا وبارطاجيو الفيديو لتعم الفائده، وشكرا.